هل الدم الفلسطيني أغلى من الدم السوري؟ وهل فلسطين قضية أهم من تركستان الشرقية أو من سوريا أو من السودان؟ قبل أيام قليلة نشر الكاتب أدهم شرقاوي تغريدة على حسابه قال فيها: أخطر إله عبد من دون الله هو فلسطين. المنشور أحدث ضجة وردة فعل عند كثيرين، خصوصا أن المنشور شديد الاختصار والاختزال. قام الأستاذ أدهم بعدها بحذف المنشور ونشر منشورا آخر يوضح فيه مقصده وما أراد أن يقوله بالتفصيل. وأنا هنا أريد أن أعلق، وحديثي ليس موجها للأستاذ أدهم بالخصوص، فقد تكون العبارة لم تسعفه لقول ما يريد، بل هو حوار هادئ الغرض منه الاستفادة وعموم النفع. أود أن أؤكد قبل أن أبدأ أن للأستاذ أدهم كتابات نافعة شهد له بها رجال الله في الميدان في الفيديو الذي تذكرونه جميعا، وأذكر أيضا أنه فلسطيني وهو ابن القضية، وبالتالي فالمزاودات كلها غير معتبرة. هل غايتنا كمسلمين هي أن نحرر فلسطين؟ هل قضيتنا الأولى هي أن نعمل على تحريرها؟ أم أن واجبنا هو توحيد الله ورفع راية لا إله إلا الله في كل مكان؟ لا أخفيكم أن هذا السؤال كان من أكثر الأسئلة إلحاحا علي وأنا في الجامعة، ولكنني اكتشفت لاحقا أن هذا السؤال بحد ذاته مبني بطريقة خاطئة. لماذا؟ العمل لتحرير فلسطين ليس نقيضا لعبادة الله، بل هي عبادة من أجل العبادات وفرض من أوجب الفروض التي يقتضيها ديننا الحنيف. العمل من أجل تحرير فلسطين هو عمل في صميم الإسلام، في صميم التوحيد، في صميم رفع راية لا إله إلا الله. كيف؟ جاء الإسلام بمنظومة قيمية تنبني على رؤية عقدية يتربع التوحيد على قمتها. مفاد التوحيد أن البشر جميعا خلقهم رب واحد هو الله، والأصل أن يتوجهوا إليه وحده لا لغيره بالعبادة. وهذا هو ما قاله الصحابي الجليل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى قائد الفرس ربعي بن عامر رضي الله عنه، لما سأله رستم قال له: لماذا جئتم؟ يعني ما هي رسالتكم أيها المسلمون؟ ما هو هذا الإسلام؟ ما الذي تريدونه من الناس؟ فلخصها ربعي بن عامر في جمل ثلاث، قال: ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وبالتالي فإن تحرير الناس من عبادة العباد وفك أغلالهم من القيود التي تقيد حياتهم إلى عبادة الله، فكيف إذا كان الأمر هو تحرير أرض أهلها مسلمون من عدوان عدو غاشم فتك بهم وطردهم من أرضهم وهجرهم وارتكب فيهم المقتلة تلو المقتلة، ويريد أن يلغي وجودهم تماما، وهو يعمل على تزوير التاريخ وتزييفه لطمس الذاكرة العربية والمسلمة ولإلغاء كل شاهد على أن تلك الأرض أرض للمسلمين. سيقول البعض: حسنا، ولكن هذا ينطبق على جميع بلدان المسلمين، فلماذا يتم تقديم القضية الفلسطينية على أنها قضية المسلمين الأولى؟ أولا، فلسطين أرض إسلامية مثل باقي أراضي المسلمين، نعم، ولكنها الأرض التي يوجد فيها المسجد الأقصى الذي هو أولى القبلتين، والذي بقي المسلمون يصلون تجاهه حتى العام الثاني للهجرة. يعني أن المسلمين صلوا تجاه تلك القبلة لمدة 14 عاما منذ أن نزل الوحي، وهو ثالث الحرمين الشريفين، وهو المسجد الوحيد في العالم الذي صلى فيه الأنبياء مجتمعين، وهو المسجد الذي عرج منه البراق بسيدنا محمد بن عبد الله إلى السماوات العلى، وفي تلك الرحلة فرضت الصلاة بشكلها الذي نعرفه اليوم. ففي كل صلاة يصليها المسلمون اليوم من جاكرتا في الشرق إلى طنجة في الغرب تعاد نفس الصلاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد في تلك الرحلة المباركة، تلك الرحلة المباركة التي بورك المسجد الذي انطلقت منه وبورك ما حوله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والمسلمون اليوم بعربهم وعجمهم يرون في القدس وفي فلسطين قضية في صميم إسلامهم. هل تريد دليلا على ذلك؟ انظر مثلا مأساة الأندلس، الفردوس المفقود، حضارة من أرقى الحضارات التي عرفها المسلمون، والتي أنتجت علوما وعلماء واستمرت 8 قرون، وما زالت شواهد حضارة المسلمين قائمة فيها، مثل قصر الحمراء ومسجد قرطبة الكبير والمدينة القديمة في إشبيلية وغرناطة. ألم يأخذ القوط الأندلس من المسلمين، ثم لما تمكنوا منها أقاموا لهم محاكم التفتيش ونصبوا لهم وسائل للتعذيب وخوازيق للموت وآلات لقطع الأعضاء، في مشهد لم يتكرر في التاريخ إلا ما رأيناه في سجون النظام السوري السابق.
فهل اكتفى القوط بالاستيلاء على أراضي المسلمين وتعذيب عدد منهم وقتلهم؟ لا، بل أجبروهم على التحول إلى المسيحية وتناول لحم الخنزير وترك دينهم، مما اضطرهم إلى الهجرة فرارا بدينهم. وما زال أبناؤهم إلى اليوم يعيشون في دول شمال إفريقيا ويعرفون بالموريسكيين. قدرت أعداد الموريسكيين الذين تحولوا إلى المسيحية بحوالي 1,000,000 شخص في ذلك الوقت. أما عدد المطرودين من بلادهم إلى المغرب العربي وشمال إفريقيا فكانوا في ذلك الوقت قرابة 350,000 شخص. ويبلغ عدد الموريسكيين اليوم 5 ملايين شخص موزعين بين المغرب والجزائر وتونس. فلماذا لا نسمع اليوم عن القضية الأندلسية، ولا نرى الأحزاب والتيارات الثقافية في العالم العربي والمسلم تعمل وتكتب وتنتج وتتظاهر لاستعادة حق المسلمين في الأندلس، مع أنها كانت أرضا إسلامية وكان دم سكانها دما مسلما؟ خذ مثالا آخر. هل سمعت عن مأساة الشركس والشيشان؟ في نهايات القرن ال19 قامت روسيا الإمبراطورية بقتل ما لا يقل عن 1,000,000 شخص مسلم في شركيسيا، وهي المنطقة التي تشغل مساحة واسعة من شمال القوقاز والشمال الشرقي لسواحل البحر الأسود، على اعتبار أنهم كانوا يشكلون خطرا على الإمبراطورية الروسية ويدينون بالولاء لعدوتها الدولة العثمانية. خلال الأحداث استخدمت القوات الروسية أساليب وحشية مختلفة للترفيه عن أنفسهم، مثل تمزيق بطون النساء الحوامل وإخراج الأطفال منها ثم إطعام الأطفال للكلاب. وخلال عملية التطهير العرقي والتهجير الممنهج توفي عدد غير معروف من الذين رحلوا، بعضهم توفي بسبب انتشار الأوبئة خلال رحلة الرحيل الشاقة والقاسية وأثناء انتظار المغادرة في الموانئ من أجل الوصول للدولة العثمانية. مات الكثير منهم عندما غرقت سفن أيضا بسبب العواصف. وحتى الأرقام الأرشيفية للحكومة الروسية تقدر أن 80% إلى 97% من الأمة الشركسية ثنيت في هذه العملية. واليوم يتوزع الشركس بين تركيا والأردن وسوريا ولبنان وغيرها. هؤلاء طردوا من بلادهم وقتلوا وسلبت أرضهم، لا لشيء إلا لأنهم كانوا مسلمين، ودمهم حرام تماما مثل دم الفلسطينيين. ولكننا اليوم لا نسمع عن القضية الشركسية إلا في دوائر محدودة. فلماذا؟ ليس القصد هو التخفيف من مآسي هذه الشعوب ولا من الفجائع التي تعرضت لها، بل واجب المسلم على المسلم أن ينصره بما يستطيع ليدفع عنه الضرر وينصره على من ظلمه. فلماذا إذن بينما درست بقية القضايا وتحولت إلى تاريخ محفوظ في الكتب تبقى قضية فلسطين حية، بل هي الأكثر تفاعلا؟ كما أسلفنا، المسجد الأقصى ومكانته الإسلامية التي خلدها القرآن وجعلها مركزية والأرض المباركة حوله، إضافة إلى البعد الثاني الذي يتمثل في كون الاحتلال الصهيوني هو من آخر أشكال الاستعمار التي وقعت في الماضي، إذ استطاعت معظم الشعوب بقيادة حركات التحرر الوطني أن تتحرر من الاستعمار وأن تنال استقلالها. وليس هنا مكان نقاش طبيعة هذا الاستقلال فيما إذا كان استقلالا ناجزا أم لا، فهذا يحتاج إلى حلقة منفصلة. الخطير في هذا الاستعمار بالذات هو أنه يدرك أنه غريب عن هذه الأرض وأن جذوره ليست عميقة فيها، وهو رغم أننا في القرن 21 إلا أنه يعيش بنفسية القرن 20 التي حدث فيه مجازر لليهود. وبالتالي فإن هذا الكيان يستبطن الشعور بالخوف والقلق وانعدام الأمن باستمرار، ويتحول هذا الشعور لديه إلى سعي دائم ومستمر إلى إبقاء منظومات الفشل في دولنا العربية موجودة، ومحاربة أي تغيير يجعل شعبا من الشعوب العربية حرا، أو محاربة أن تمتلك دولة من الدول العربية سلاحا استراتيجيا أو قويا. لم يبدأ هذا بضرب الكيان لمفاعل تموز النووي في العراق دون أن تكون بين البلدين أي حرب، ولم ينتهي بتدمير جميع الأسلحة الاستراتيجية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد خوفا من أن يستعملها النظام الجديد، مرورا بعشرات الحالات التي تدخل فيها الكيان لمنع إتمام صفقات الأسلحة المتطورة التي تستفيد منها الدول العربية. وبالتالي فإن بقاء هذا الكيان أو السرطان في بلادنا يعني أن جميع البلدان العربية أن تكون قادرة على امتلاك سلاح استراتيجي أو إحداث تنمية حقيقية تؤهلها لأن تمتلك قرارها وتعتمد على
على ذاتها وتتخلص من سلاسل الغرب وقيوده، وبالتالي يصبح التخلص من هذا الكيان وتحرير فلسطين متطلبا ضروريا ولازما لعزة الأمتين العربية والإسلامية، ومن أجل أن تعود الأمة الإسلامية إلى مكانها الطبيعي بين الأمم الأخرى يحيا فيها أبناؤها بعزة وكرامة، وتعينهم دولهم على نشر قيمهم ودينهم وحضارتهم في كل مكان. والأخطر أن عقيدة منظري الكيان الأوائل على رأسهم جابوتينسكي تقوم على إفقاد أهل الأرض الأمل بإمكانية تحررها، وتحويل أي فعل مقاوم في عيونهم إلى شكل من أشكال الانتحار والجنون، والرهان على أن الأجيال الجديدة ستنسى وتختفي القضية وتذوب مع الزمن. الأمر الثالث هو أن الشعب الفلسطيني تعرض لحرب طاحنة مستمرة منذ أكثر من 100 عام ولا تزال. هجر فيها أكثر من نصف الشعب في سنة 1948، ومحيت 400 قرية فلسطينية من الوجود، غير القتلى والجرحى من الأطفال والشيوخ والنساء، وغير تزوير التاريخ الذي يحاول الاحتلال تثبيته وغرسه في الوعي. وهذه النقطة هي النقطة التي تتساوى فيها بقية الشعوب الإسلامية التي تعرضت للظلم مع الشعب الفلسطيني في حرمة دمائها ووجوب نصرتها. ولهذا فإن تحرير فلسطين ليس من متطلبات الدين فقط، بل هو من أوجب الواجبات التي لن يقوم لأمتنا قائمة ولن يرفع مسلم رأسه في العالم دونها. بالتأكيد هناك بعض المبالغات التي تقع من البعض، فالأمر لا يخلو، ولكن الضرورة لا تخفى على وجوب التعبير بشكل حذر ودقيق في هذه المسائل الحساسة. النية الحسنة وحدها لا تكفي في هذه المسائل التي قد تخدم بغير قصد مرادات العدو إذا أسيء التعبير عنها. وعلى الجانب الآخر نؤكد أنه مهما فعلت إيران التي نتمنى اليوم صمودها في وجه الاستكبار الأمريكي والصهيوني الذي يريد ابتلاع المنطقة، ومهما قصفت الكيان، فإن فعلها هذا لا يغفر ما فعلته بحق أهلنا في سوريا والعراق. ولكننا كشعوب أصيلة في المنطقة، وإيران من بيننا، ودول لها جذور تاريخية، نستطيع أن نصفي حساباتنا فيما بيننا في وقت لاحق إذا تخلصنا من هذا العدو الغريب الطارئ الذي زرعه الاستعمار ليبقينا في حالة من الاحتراب المستمر والتطاحن والاستنزاف والفرقة. مهمتنا في هذه الدنيا أن ندعو الناس إلى التوحيد، ونكسر الأصنام، أصنام الاستعباد والاستبداد والطغيان، أصنام تأليه الحكام، أصنام العنصرية والطائفية، أصنام عبادة الإنسان لذاته وملذاته وانشغاله عن خالقه، وتحرير كل أرض للمسلمين والذود عنهم، وعلى رأسها أرض فلسطين التي تضم الأقصى المبارك هي في صميم هذا التوحيد.